مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. بعتذر جدا لتاني مرة صوتي تعبان. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون فتة شاورما لحمة. طريقة سهلة جدا وسريعة جدا. هحتاج 4 طماطمات صغيرين من الحجم ده، وحزمة بقدونس، نص كيلو لحمة شرايح، 4 ليمونات، ونص كوباية خل. وهنا قطعة من اللي هي هتلاقوها موجودة عند الجزار، بتاخدي قطعة كده. وأول حاجة هعملها، حطيت الشرايح لحمة وحطيت عليها نص كوباية الخل، وهحط عصير 4 ليمونات، وملح وفلفل. وتقدري تحطي طبعا اي توابل تحبيها، بهارات او كده، بس انا بحس طعم البهارات بيغير الطعم الحاجة خالص. فانا هحط هنا ملح وفلفل بس، والليمون والخل، وهسيبها منقوعة في الخلطة دي ساعة تقريبا. هبتدي دلوقتي اشتغل في العيش. ده كيس عيش لبناني الحجم الصغير، هقطعه شرايط كده، وبعدين هاخد الشرايط دي على بعض وهقطعها مربعات. المقص بيسهل جدا عملية التقطيع، بتكون سهلة والحجم كده متساوي وشكله حلو. وبعد كده هحط عليه شوية زيت صغيرين، وهدخله الفرن في صينية لحد لما يتحمص. وهنا خرج من الفرن، وحطيت عليه معلقة توم باودر وهو سخن، وقلبتها عليه بعد ما خرج من الفرن. هنا حطيت الشاورما في حلة بالخلطة اللي فيها من غير سمنة ولا زيت، اخدتها بالخل والثوم اللي عليها، نقصت يعني منه شوية، وحطيتها في الحلة وهسيبها تستوي في الخلطة دي. عقبال ما اللحمة تستوي هشتغل انا في التومية. هعمل تومية سريعة جدا، هي التومية ليها طرق كتيرة. دي اسهلهم واسرعهم بالنسبة لي. كوباية زبادي، هحط عليها معلقتين صغيرين من التوم الباودر. طبعا تقدري تزودي التوم اكتر من كده لو حابة، علشان يبقى الطعم التوم يعني قوي. كل ما هتزودي التوم كل ما طعم التوم هيبقى قوي قوي فيها يعني. كل واحد على حسب رغبته. هنا هحط 3 معالق من المايونيز، 3 معالق كبار. يبقى كده علبة زبادي، ومعلقتين او 3 توم باودر، و3 معالق كبيرة من المايونيز، وهقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هحط معلقة كبيرة من النشا، وهقلب لغاية لما ما يبقاش فيه اي كلاكيع، وكل حاجة مفيش يبقاش فيه اي حاجة باودر، يعني يبقى كله مندمج مع بعضه. وكده هحطها في التلاجة وتبقى جاهزة. هنا هبتدي اشتغل في اللية. هجيب طاسة وهحط فيها قطع اللية دي لغاية لما تنزل السمنة بتاعتها كده والدهون بتاعتها دي وتاخد لون ذهبي. وبعدين اللحمة هنا خلاص استوت، هروح نازلة عليها باللية دي. عايزة اقولكوا انا باكلش لحمة ضاني ابدا، بس اللية هنا بتدي طعم حلو جدا وطعمها جميل قوي، وزي بتاعت بره واحلى كمان. وتقدري لو حد بيتضايق من اللية ممكن تشيليها بعد كده، يعني القطع دي. كده خلاص. انا بعد ما اللحمة استوت وحطيت عليها اللية وسبتها برضو 5 دقايق على النار، هطفي عليها وكده تبقى جاهزة. هحط بقى بصلاية صغيرة قوي، بصل صغنطوطة خالص، قطعتها وهحطها عليها بعد ما طفيت النار، وهقلب. وبعدين هحط حزمة البقدونس وهقلبها برضو. وبعدين هحط الطماطم، كل ده والنار خلاص مطفية. بعد ما اللحمة استوت وطفيت حطيت الخضار علشان لونه ما يغيرش، ولا الطماطم تنزل ميتها، ولا تغمق ولا حاجة، ولا البقدونس يغمق. كده خلاص الأكلة خلصت وجاهزة للتقديم. تقدري تعملي جنبها كمان سلطة طحينة وتقدميها. ممكن تعمليها ساندوتشات في العيش اللبناني، تجيبي وتحطي الشاورما وعليها طحينة أو تومية،
وبتلفي الساندوتش، هيكون رول كده ويكون جاهز للاكل. بس انا مش هعملها كده، انا هعملها فتة شاورما. فاجيب الطبق اللي هغرف فيه، هحط كمية بسيطة من العيش المحمص وعليها كمية من التومية. ممكن تحطي على طول فوقيها الشاورما، بس انا هحط رز ابيض زي ما انتوا شايفين كده، وهحط بعد كده الشاورما فوقيه. لو عايزة تشيلي الرز زي ما قلت تقدري تستغني عن خطوة الرز وتحطي الشاورما فوق العيش على طول. كده الأكلة خلاص بقت جاهزة. هي دي كانت فتة الشاورما. بجد ما بتاخدش وقت خالص وطعمها حلو جدا جدا جدا. كده تقدري خلاص تقدميها. ممكن تحطي على وشها كمان شوية تومية لو حابة، او خلاص هي كده تكون جاهزة. وده شكلها النهائي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وبعتذر لكم جدا على صوتي اللي بايظ ده معلش.